عايز يعيش حياته طبيعي زيه أي راجل. عايز يحب ويتحب ويتجوز ويمارس حياته الطبيعية اللي هي ربنا حللها لينا كلنا. طيب لما اتجوز أو خطب بنت الناس، حصل ايه وجرى ايه؟ وايه الصدمة اللي اكتشفها في الحمام من مراته؟ طب ليه طلقها بعد 3 أيام؟ الموضوع كبير جدا، لكن قبل ما نبدأ ما تنساش دعمك ليا باللايك والشير. بصوا، القصة بتاعتنا دي مشكلة من مشاكل العصر اللي موجودة، اللي الناس لحد دلوقتي مش فاهمة انه غلط وحرام وعيب. صاحب قصتنا النهاردة كان عايز يتجوز زي اي حد، مهندس كويس محترم وامكانياته عالية. دور على عروسة شمال ويمين علشان يجيب بنت الحلال اللي تليق بيه وتسونه. وفي نفس الوقت ده كان في أسرة عندهم بنت، كل ما يجيلها عريس تعترض عليه، كل ما يجيلها عريس علشان يتقدم لها ويبقى كويس وكل واحد أحسن من التاني كانت دايما ترفض، لحد ما أهلها قالوها لها بصريح العبارة كده: انتي لو جالك كلب، سوري يا جماعة في اللفظ، هنوافق عليه. انتي مش عارفة مصلحة نفسك، العمر بيعدي عليكي وانتي مش مدركة حاجة زي كده. الباب خبط وجالهم الباش مهندس ده، وافقوا عليه على طول. ومن حسن حظها انه انسان محترم جدا ومتدين جدا، لكن العروسة دي ما كانتش مشجعة الجوازة خالص. كان عندها فتور، كان عندها برود، كل اهتمامها ان هي مش عايزة تتجوز. الموبايل بتاعها هو كل حياتها. طبعا عادي جدا، اهلها كانوا فاهمين كده، لكن العريس الباش مهندس ما كانش فاهم حاجة زي كده. طيب كان الحل ايه؟ كان دايما يروح لها زي اي واحد خاطب عايز يقعد مع خطيبته او يرتاح معاها باي كلمة يقولها لها او يحس بيها ويتبادلوا المشاعر والاحاسيس الجميلة. كان دايما يروح لها، كانت تقعد معاه شوية وهي متقدرة ومهمومة ومش عارفة ليه. حط في دماغه ان هي مكسوفة علشان لسه في الاول، لكن كانت بتسيبه بالساعة وتقول له: انا اسفة، ثواني انا داخلة الحمام. عملتها كتير جدا وهي معاه، كل ما تيجي عندهم تسيبه وتدخل الحمام بالساعة والساعة ونص وساعات بالساعتين، واهلها ما بقوش عارفين يطلعوها من الحمام. لكن الغريب جدا ان هو برضو ادالها عذر وقال: يمكن تعبانة، يمكن عندها ظروف، يمكن او يمكن مكسوفة مني. المهم في فترة بسيطة جدا، ما تعدتش ال3 شهور، كانوا متجوزين، هو جاهز واهلها جاهزين. وجا يوم الفرح لقاها واحدة يعني عادية جدا، باردة جدا، واحدة معاها جوزها وبيحبها وفي يوم فرحها. المفروض تعمل ايه؟ بقت تقوله: خلص خلص انا زهقت وعايزة اقوم. بصلها كده وقال: يمكن غشيمة ومش فاهمة او مش عارفة ايه هو الزواج، هعلمها. لكن لقاها بعد ما بتخلص بتجري جري برضو على الحمام، ودايما موبايلها في ايدها، في اي وقت قاعدة فيه في البيت الموبايل بتاعها مش بيسيبها. شك فيها وقال: يمكن كانت بتحب واحد تاني، يمكن فعلا بتحب واحد تاني وهو ده اللي شاغلها، او هو ده اللي مخليها مش حاسة بيا. بس دماغي ودت وجابت، وتأخيرها في الحمام خلاه يفكر كتير قوي. هو في ايه؟ ازاي تسيبني وانا معاها وتجري جري على الحمام؟ في حاجة. ابتدى طبعا يشك فيها، خصوصا ان هي كانت قافلة موبايلها بباسورد ومش هيعرف يفتحه، وكمان الحمام كان فيه ترباس، يعني ممكن تقفل على نفسها، يعني مش هيعرف يدخل يشوفها بتعمل ايه بالموبايل في الحمام بالساعات وهي لسه عروسة جديدة. لكن كل اللي عمله، عمل حاجة علشان يتأكد، لأنه خايف يقول لها هاتي موبايلك ويطلع مفيش أي حاجة ويبقى كده عمل لنفسه مشكلة. كان شاري لآخر لحظة على فكرة، لكن الكارثة الكبيرة حصلت في الحمام. بوظ الترباس بتاع الحمام وشال المفتاح كمان اللي في الباب علشان يشوفها بتعمل ايه. وبعد ما عمل معاها علاقة عادية جدا قالت له: قوم بقى انا زهقت، اتخنقت، كفاية كده. خدت بعضها وشدت الموبايل بتاعها وجريت على الحمام.
تاني وتالت وعاشر الحمام. بصلها كده باستغراب وقال هي ايه حكايتها دي، اكيد فعلا بتخني. فضل مستني شوية كده عليها وصبر حبة، وبعد كده لما لقى نفسه خلاص يعني قعد يتصنت عليها ومش سامع اي صوت، ما سمعش اي حاجة. قال يمكن حاطة السماعة في ودنها وعلشان كده انا مش سامع حاجة. طب لو حاطة في ودنها السماعة، طب فين صوتها وهي بتتكلم مع الشخص اللي بتخدني معاه؟ انا مش سامع اي حاجة. سابها شوية كده لحد ما خلاص حس انها ممكن تكون اندمجت مع اللي بتكلمه في التليفون في الحمام، وراح زاق الباب بسرعة ودخل عليها. لقاها في وضع صعب جدا، قلع هدومها كلها وفي وضع ما يتحكيش. بصلها كده وقال لها هاتي الموبايل ده. قالت له ليه؟ قال لها افتحي بقولك الموبايل ده. ومسكها من شعرها وقال لها افتحي، انا عايزه اشوفك انت كنت بتكلمي مين يا خاينه. لكن اول ما فتح الموبايل شاف الصدمه الكبيره، شاف حاجه غريبه جدا. شاف مراته بتتفرج على افلام اباحيه. طب ليه؟ قال لها ليه؟ لما انت شايفه ان الراجل مش هيشبعك ويقضي كل رغباتك اتجوزتي ليه؟ لما انت شايفه الفيلم ده هو جوزك وحياتك ودنيتك اتجوزتي ليه؟ بصيت له وقالت له انا مش عايزه اتجوز، اهلي غضبوني عليك، انا حياتي كلها على الافلام دي. بصلها كده باستغراب وقال لها انتي طالق، طالق وبالتلاتة وهوديكي لاهلك دلوقتي. وشدها من شعرها فعلا لحد ما لبست هدومها وخد الموبايل بتاعها. بس قبل ما يمشي قال لها خدي راجلك معاكي، خدي جوزك معاكي، لان انا مش جوزك، جوزك هو الموبايل. وجري على ابوها ورماها لابوها وقال له خد يا عمي، بنتك مش هتصلح للجواز، لا ليا ولا لغيري. قال له ليه يا ابني؟ بنتي مش بنت بنوت؟ قال له لا للاسف هي بنت بنوت، بس بنتك مدمنة أفلام إباحية. بنتك أنا مش مالي عينها، بنتك جوزها وحياتها مع الموبايل، بتلاقي نفسها معاهم، لكن أنا ما حسيتش إن أنا اتجوزت. طبعا هي قصة مؤلمة جدا وقصة صعبة جدا. وفي ناس كتيرة جدا ضعيفة النفس وبتعمل كده. طيب وبعدين انا من منطلق فكري او من اللي انا عايزة اوصله ان بدل ما انتوا بتتفرجوا على الحاجات اللي زي كده، طب ما تعف نفسك وتتجوزي، او عف نفسك واتجوز، اتجوزي او اتجوز. ليه؟ هل يا ترى الموبايل والقذارة اللي بتتفرجوا عليها هي فعلا تغنيكي عن ان يكون معاكي راجل، او تغنيك عن ان يكون معاك ست؟ ما افتكرش بصراحة. سيبكم من كل ده. طب ربنا فين يا جماعة؟ طب العين تزني واللسان يزني، فوقوا وخدوا بالكم، والدنيا ما بقاش فيها كتير. دي كانت مشكلتنا. شكرا على حسن استماعكم، باي باي.